السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف عصام، واليوم عندنا فيديو جديد. اليوم عندنا فيديو شرح درس الجهاز الإعاشي لدى النباتات البذرية الزهرية. فحص الشكل الخارجي لنبات بذري زهري. خطوات العمل: نظف النبات برفق من التربة ثم أضعه على الورقة. افحص أقسام النبات بدقة مستخدما العدسة المكبرة. استخدم المعلومات التي حصلت عليها بعد ملاحظتي في إكمال الفراغات الآتية. يتكون النبات البذري من قسمين: المجموع الجذري، وهو الأجزاء التي توجد تحت سطح التربة ويسمى الجذر. المجموع الخضري، وهي الأجزاء التي تقع فوق سطح التربة. اذكر هذه الأجزاء: الساق والأوراق. كيف يتثبت النبات في التربة وكيف يحصل النبات على غذائه؟ يتثبت النبات بواسطة الجذور، وبواسطته يحصل على الغذاء. المجموع الجذري: الجذر القسم النباتي الذي يعيش تحت سطح التربة. أقسام الجذر من الأسفل إلى الأعلى. القلنسوة: انتفاخ صغير يحمي الجذر من التمزق في أثناء تغلغله داخل التربة. منطقة النمو الجنينية: تنقسم خلاياها باستمرار. منطقة الاستطالة: تستطيل فيها الخلايا. منطقة الأوبار الماصة: تمتص الماء والأملاح المعدنية. تصنف الجذور حسب منشأها إلى 3 مجموعات. الجذور الابتدائية: تنمو غالبا من جذير الرشيم في البذرة. يوجد هذا النوع من الجذور في النباتات ذوات الفرقتين والنباتات العاريات البذور، ويتخذ هذا النوع من الجذور عدة أشكال تبعًا لطبيعة الجذر. الجذور الوتدية مثل وتدي الفول. الجذور اللحمية: الشكل المغزلي مثل الجزر الأبيض. الشكل المتكور مثل البصل. الشكل المخروطي مثل الجزر. الجذور الثانوية: تنشأ من الجذر الابتدائي وتمتاز بكونها أرفع وأقل ثخناً من الجذر الابتدائي. الجذور العرضية: تنشأ من السوق أو من الأوراق وتكون بأحد الأشكال الآتية: جذور ممصية مثل نبات الحامول. جذور هوائية مثل نبات حبل المساكين. جذور مساعدة مثل نبات الذرة. وجذور ليفية مثل نبات القمح. وظائف الجذور: تقوم الجذور بوظائف عدة، وأستطيع استنتاج بعض هذه الوظائف بعد إجراء الأنشطة الآتية. النشاط الأول: خطوات تنفيذ النشاط. أمسك الساق بيدي وأحاول جذب النبتة إلى الأعلى وإلى الجانبين. ماذا ألاحظ؟ ألاحظ صعوبة سحب النبات من التربة. ماذا أستنتج؟ أستنتج أن للجذر وظيفة في تثبيت النبات في التربة. النشاط الثاني: المواد والأدوات اللازمة. نباتات عشبية: كأسان زجاجيان، ماء، صبغة اليود، حبر أزرق، مشرط حاد، مناديل ورقية، بيض أو قطع قطن. خطوات تنفيذ النشاط: أولاً، أخلص النباتين من التربة برفق وأنظفهما وأحرص على سلامة الجذور. ثم أضع كل نبات في كأس زجاجي. أضيف كمية من الماء إلى كل كأس. ثم أقطع ساقي النباتين بالمشرط على ارتفاع 10 سنتيمتر تقريباً أعلى منطقة الجذور بحذر. أضع المنديل الأبيض أو قطعة القطن على منطقة القطع من الساق. ماذا ألاحظ؟ تبلل المنديل. أضيف إلى إحدى الكأسين كمية من الحبر الأزرق، وإلى الأخرى كمية من صبغة اليود، وأتركهما لمدة قليلة. أضع منديلاً جديداً أو قطعة قطن على مكان القطع في الساق لكل نبات، وأكرر العملية كل 5 دقائق. ماذا ألاحظ؟ أن النبات الأول تلون بالحبر الأزرق، أما النبات الثاني تلون بصبغة اليود. ماذا أستنتج؟ الجذر ينقل المحاليل. النشاط الثالث: المواد والأدوات اللازمة. نباتات الجزر، الفجل، النعناع، الملوخية أو أنواع أخر، ومشرط أو سكين حاد.
خطوات تنفيذ النشاط: أفحص الشكل الخارجي للجذور المختلفة وأحدد وجهة التشابه والاختلاف فيما بينها. أقطع الجذور بالمشرط وأتذوق السائل الذي يظهر مكان القطع، وأقارن بين الجذور المختلفة وطعم المواد التي يختزنها الجذر. تعلمت من أهم وظائف الجذر: يقوم بنقل النسج الناقص باتجاه الساق، والنسج الناقص هو الماء والأملاح المعدنية. تقوم بعض الجذور بتخزين الغذاء مثل الجزر. تدعم النبات وتثبته. للجذور وظيفة تكاثرية كما في البطاطا الحلوة. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي لا يفوتكم كل جديد. وكان معكم يوسف عصام.